على ضفاف نهر الفرات وبالقرب من نواعير حديثة يقف مكان قديم. هذا المكان مو مجرد مرقد أو قبة أثرية، هذا المكان شايل قصة عمرها مئات السنين، قصة رجل ظل اسمه عايش بذاكرة الناس لحد هسه، وهو الشيخ حديد. منو هو الشيخ حديد؟ وليش الناس اطلقوا عليه اسم عجان الحديد؟ وشنو سر الخسفة القريبة من المرقد؟ اليوم احنا ما جايين نثبت خرافة ولا جايين نثبت رواية، اليوم احنا جايين ندور على أصل القصة اللي عايشة بذاكرة الناس. الشيخ حديد هو محمد شمس الدين الكبير العجان، اللي يرجع نسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وصل إلى حديثه في أواخر القرن السابع الهجري، بعد ما كان يمر العراق باضطرابات وغزو مغولي. وصل إلى حديثه واستقر بهذا المكان. وبوسط هاي الظروف اجى الشيخ إلى هاي المنطقة واستقر يم الفرات، وصار اسمه بعدين جزء من هوية المكان. مو كل إنسان يمر بالتاريخ يبقى اسمه، وهواية ناس تعيش وتموت وتنتهي القصة، وكو ناس تبقى سيرتهم لأن الناس شافت بيهم شيء مختلف، علم وصلاح وهيبة وكرامة أو موقف ما نسوه. ولهذا السبب ظل اسم الشيخ حديد حي لهذا اليوم. ومن تدخل الداخل القبة راح تشوف أن القصة مو بس عن شخص واحد. الروايات تذكر وجود 4 قبور داخل المكان: قبر الشيخ محمد شمس الدين، وقبر خادمه عبد ريحانة، وقبر ولده أحمد وعبد الرحيم. يعني احنا أمام مكان ارتبط بذاكرة عائلة كاملة وبمرحلة مهمة من تاريخ المنطقة. أما المرقد نفسه فهو يحمل قيمة أثرية ومعمارية مهمة، ويقال إنه مسجل رسمياً ضمن المواقع الأثرية من عشرات السنين، أي من ثلاثينيات القرن الماضي. صحيح شكل الخارج يتغير بسبب الترميمات اللي صارت عليه، لكن روحه القديمة بعدها موجودة بالداخل. ومن بين كل القصص المرتبطة بالشيخ تبقى أشهرها هي قصة عجان الحديد. يقولون قبل مئات السنين كان الشيخ حديد ماشي بين المزارع والبساتين القريبة من الفرات، وبطريقة مر على فلاح فقير كان تعبان وضعيف البصر. الشيخ طلب منه مي، والفلاح رغم فقره وتعبه رحب بالشيخ. ومن شاف الشيخ بهالحالة سأله، قال للفلاح: يا سيدي بصري ضعيف ومحراثي انكسر. تقول الرواية إن الشيخ مسح على عيونه ودعا إلى رب العالمين فرجع بصره بإذن الله. وبعدها راح للمحراث المكسور وأخذ قطعة الحديد بيده، ومن غير نار ولا عدة حدادة أصلح الحديد ورجعه مثل ما كان. الفلاح انصدم من اللي شافه، وانتشر الخبر بين الناس بسرعة. ومن ذاك اليوم حسب ما ترويه الروايات الشعبية اشتهر الشيخ محمد شمس الدين بلقب عجان الحديد، وبقى هذا الاسم متداول بين الناس لحد يومنا هذا. هاي الرواية يرويها كبار السن وأهالي المنطقة جيل بعد جيل، وهي جزء من التراث الشفهي المرتبط بالشيخ حديد. أما تفاصيلها التاريخية فتبقى محل بحث وتوثيق. هل هاي القصة صارت حرفياً؟ الله أعلم، لكن أحياناً الروايات الشعبية ما تنقل الحدث نفسه قد ما تنقل المعنى، تنقل صورة رجل شافته الناس صاحب هيبة ومكانة وتأثير، وظلت قصة عايشة لحد هذا اليوم. بس إذا ابتعدنا شوية عن المرقد راح نلقى شيء ثاني غريب: خسفة الشيخ حديد
الخسفة عبارة عن فتحة طبيعية عميقة مرتبطة بمياه وكهوف جوفية تحت الأرض. والغريب أن العلماء اكتشفوا بها نوع نادر جدا من الأسماك بخمسينيات القرن الماضي، وسموه السمك الأعمى العراقي. سمك صغير لونه وردي وشفاف وما عنده عيون، عاش أجيال كاملة ظلام تام داخل المياه الجوفية. تخيل، فوق الأرض عندنا مركز عمره مئات السنين، وجوا الأرض عندنا عالم كامل مخفي. ولهذا السبب تبقى هذه الأماكن من أغرب الأماكن بتاريخ حديثه. هنا يلتقي التاريخ بالطبيعة، وتلتقي الرواية الشعبية بالاكتشاف العلمي، ويلتقي الإنسان بالمكان. وبالنهاية كل مكان قديم عنده ثلاث طبقات: طبقة تاريخ، وطبقة روايات شعبية، وطبقة مشاعر وإيمان الناس بيها. التاريخ يقول هذا المكان أثري وقديم، والروايات تقول هنا عاش رجل صالح اسمه الشيخ حديد، والناس تقول إنه للمكان هيبة خاصة بذاكرتهم. ممكن نختلف بالتفسير، لكن ما نقدر ننكر إن القصة بقت حية كل هاي السنين. والسؤال الأهم، ليش بقت؟ لأن الناس كانت تحتاج رمز، شخص يمثل الصلاح والقوة والبركة بزمن مليان خوف واضطرابات. ولهذا بقت هاي القصة، وبقى الاسم، وبقى المكان شاهد على كل هاي السنين. الشيخ حديد مو مجرد اسم على مرقد، ومو مجرد قصة ينقلها الكبار للصغار. هو جزء من ذاكرة حديثة، وجزء من تاريخ الفرات، وجزء من الحكايات اللي تربط الناس بالمكان. وهذا المكان يستحق أن تروي قصته وتتوثق، لأن المدن مو بس شوارع وبيوت، المدن تعيش بتاريخها وبحضارتها وبقصصها القديمة وحديثة، مثل باقي مدن العراق القديمة، بيها قصص وبيها تاريخ لازم ينذكر ويتوثق. وتذكروها زين، اللي ما يوثق تاريخه باكر يجي يوم ويدور عليه وما يلقاه. هذا صوتنا وهذا واقعنا، وسلامتكم.